الماليه 2013-2014 ونقطه ضوء برضه على الموقف الاقتصادي الحالي واحنا رايحين على كده. خليني ابدا بالنتائج الاوليه، اسف، النتائج النهائيه ل 2013-2014 في ضوء ما اسفرت عنه الحسابات الختاميه. العجز الكلي اللي اتحقق قيمته 255 مليار جنيه و4 من عشرة. ده مقابل 239 مليار جنيه ونص تقريبا في العام المالي 2012-2013. السنه دي اللي احنا بنتكلم عليها 13-14 ال 255 مليار جنيه دول يعملوا 12.8% من الناتج المحلي. وهنتكلم على بعض التفاصيل على جانب الايراد والمصروف ونشوف ايه التطورات اللي حصلت اثناء السنه الماليه خلال 30/6 اللي فاتت. ال 12.8% بيقابلها في العام السابق 13.7% من الناتج المحلي عجز. يعني في تحسن 9% عن العام المالي السابق. لكن لازم ناخد الارقام دي بحرص شديد وما نعتبرش ان حصل تحسن حقيقي يخلينا ان احنا نقول ان بدانا يعني نحصل على النتائج المطلوبه. على جانب الايرادات في سنه 13-14 جمله الايرادات اللي اتحققت 456 مليار جنيه. هنجدها حوالي 76% من المستهدف. في سببين رئيسيين ورا هذا. واحد، ان المستهدف عندما اعدت موازنه 13-14 كان محمل بالاثر المالي لمجموعه اجراءات اقتصاديه وماليه لم تتحقق اثناء العام المالي. منها كان اجراءات على مسار دعم الطاقه واجراءات اخرى في الاصلاح الضريبي. هذه الاجراءات طبقت في العام المالي التالي اللي هو 14-15 اللي احنا فيه دلوقتي. فعدم تطبيق الاجراءات كان له تاثير كبير على انحراف العجز، على انحراف الايرادات عما كان مستهدفا. لكن عوض ده المساعدات الكريمه التي اتت من الدول العربيه، المملكه العربيه السعوديه، الامارات المتحده ودوله الكويت، وكان مجموع ما حصلنا عليه من مساعدات ومساهمات ومنح من مختلف البرامج حوالي 95.8 مليار جنيه. القسم الاكبر منها جاء في صوره مساعدات بتروليه، وهناك حوالي 20 أو 21 مليار جنيه ما يعادل 3 مليار دولار جاء في صوره مساعدات نقديه، وكان في 20 مليار جنيه تحققت من استدعاء جزء من الوديعه الحكوميه لدى البنك المركزي واستخدمت في حزمه التنشيط الاقتصادي. فهي دخلت ايران وخرجت مصروف مره اخرى. الايرادات الاخرى غير الضريبيه حققت 100 مليار و6 من عشرة، وجزء منها تحقق نتيجه العوائد بتاعه قناه السويس والعوائد من البنك المركزي ومن قطاع البترول. على جانب الانفاق حصل وفر في جمله المصروفات على مختلف الابواب 10% تقريبا. الربط المعدل للمصروفات كان 774 مليار جنيه و7 من عشرة. ما انفق فعليا 701 مليار جنيه ونص. النسبة حوالي 90.5% مما كان مقدرا للعام المالي 13-14. في وفرات حصلت في باب الأجور. باب الأجور جملة ما انصرف منه 178 مليار جنيه ونص، وحصل وفر عن ما كان مقدر
فيصل في تحديد حجم هذه المصروفات. لكن بالرغم من هذا الوفق عما كان مقدرا، هناك مؤشر في منتهى الخطوره، الا وهو ان باب الاجور، الانفاق على الاجور في عام 13-14 زاد عما كان عليه في 12-13 بحوالي 24%. وده مؤشر في غايه الخطوره ولابد ان ننتبه اليه، وكان دافعا للدوله ان تتخذ اجراءات حاسمه حيال تفاقم مشكله الاجور، خاصه وان عندما ننظر الى هيكل الاجور سنجد ان من ضمن 178 مليار جنيه ما انفق في صورة أجور أساسية أو مرتبات لا يتجاوز 18% من هذا الرقم. يعني في 26.5 مليار جنيه كانت مرتبات أساسية، وباقي ال 178 مليار جنيه كانت ما بين مكافآت وحوافز وأجور متغيرة وتغطية تأمينية ومزايا عينية. هيكل الأجور في حالاته الحالية غير قابل ان هو يستمر، ويصعب جدا على اي حكومة واي دولة ان تديره. يضاف على هذا ان بالمقارنة بعدد كبير جدا من الدول نسبة الاجور للناتج المحلي في مصر تعتبر من اعلى النسب الموجودة في دول عديدة مقارنة بها. هناك حاجة حقيقية لإصلاح هيكلي في مسألة الأجور ومسألة القوانين المنظمة للعمل الحكومي. السلع والخدمات وهو الباب المهم في إدارة دولاب العمل الحكومي، ما تم إنفاقه هو 27 مليار جنيه تقريبا، 95% من الرقم المعدل، ولا زيادة تذكر عن العام السابق 2012-2013. وده بينم على أو بيشير إلى سبب من أسباب تراجع مستوى الصيانة، مستوى الخدمات في دولاب العمل الحكومي. حتى إدارة الاستثمارات وما تحتاج إليه من صيانة لاستثماراتها، واضح أن الإنفاق في هذا المجال أقل بكثير مما ينبغي أن يكون عليه. بل ما يزيد الصورة صعوبة أن بعض الجهات تطلب توفير أو تجميد جزء من اعتماداتها تحت هذا الباب مقابل زيادة الإنفاق أو زيادة اعتمادات المكافآت التي تصرفها. كل هذه الأمور ننظر إليها بعين الجدية وسنديرها كما ينبغي إن شاء الله. الفوائد. خدمة الدين من الفوائد سجلت 173.1 مليار جنيه. أيضا 95% تقريبا مما كان مقدرا. لكن السبب في الوفرة الذي حدثت للفوائد هو الانخفاض الملحوظ في معدلات العائد على اللزوم والسندات من بعد 30 يونيو 2013، وكان مؤشر من مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري وفي الاستقرار السياسي بعد ثورة 30 يونيو 2013. فتلاحظ انخفاض في معدلات العائد على الدين المحلي حوالي ما تتراوح ما بين 3 إلى 4% خلال السنة طبقا للمدن المختلفة للسندات والأصول. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو أكبر باب إنفاق في الموازنة العامة، مع التأكيد على أن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تعي تماما أن
هذه المبالغ ليست بالضروره تحقق الغرض من رفع مستوى معيشه المواطن المصري، وان قسم كبير منها وهو القسم الاكبر يتوجه لدعم الطاقه، والذي لا يستفيد منه الفئات الاقل دخلا الا ب 10% فقط من هذه الاعتمادات. دعم المواد البتروليه كان 126 مليار جنيه 1/10، والدعم الموجه للكهرباء كان 13 مليار جنيه. ومعنى ان ما حصل عليه الفئات الاقل دخلا لا يزيد عن 10% من هذه المبالغ، يعني بنقول ان ما بلغهم لا يزيد عن 14 15 16 مليار جنيه بالكثير، والباقي تستفيد منه الفئات الاعلى دخلا، وهو ما دعا الحكومه الى اتخاذ اجراءات حاسمه لاعاده توزيع هذه الموارد من برامج دعم الانفاق على دعم الطاقه الى برامج دعم اخرى، منها معاش الضمان الاجتماعي وزياده الانفاق على خدمات الصحه والتعليم، وسنشرح هذه الامور ايضا. الاستثمارات سجلت 52.8 مليار جنيه. من داخل ال 52.8 او 52.9 عشان اكون اكثر تدقيقا، في 32 مليار جنيه مموله بموارد من الخزانه العامه، والباقي ما بين قروض وما بين موارد تمويل ذاتي. احب انوه ان في سنه 16 في سنه 14 15 السنه الماليه الحاليه اللي احنا فيها، ال 52.9 مليار جنيه دي زودناها الى 67.2 مليار جنيه، يعني بنسبه زياده 27%، لان معدلات النمو الاقتصادي والتنميه كانت تباطأت جدا منذ 2011 وايضا ما قبلها منذ انفجار الازمه العالميه في عام 2008. فكان لابد من ان تتخذ الحكومه او تتخذ الدوله بشكل مؤقت الرياده في دفع عجله الاستثمار الى ان نستطيع ان نبني الثقه مره اخرى مجدده في الاقتصاد المصري وفي سلامه السياسات التي نتبعها، وتبدا التدفقات الاستثماريه مره اخرى تاتي اولا من الداخل وايضا من الخارج. من جوه 67 مليار جنيه لاستثمارات العام المالي الجاري 14 15 حوالي 45 مليار جنيه مموله من الخزانه العامه. الزياده عن العام الماضي تمويلا من الخزانه العامه تفوق ال 40%، ودي اعلى نسبه في تقريبا ال 20 سنه الماضيه. حوالي 85 او 86% من احتياجات مصر التمويليه لسد عجز الخزانه ولخدمه البيت بتاتي من مصادر محليه، والباقي بيكون من مصادر اجنبيه. اذا اتكلمنا على الانفاق على القطاعات الخدميه الرئيسيه، في سنه 13 14 ما تم انفاقه على التعليم، سواء اذا كان التعليم الجامعي او النطاق الجامعي بكل فئاته وانواعه، كان 84 مليار جنيه. ما تم انفاقه على خدمات الصحه 30.7 مليار جنيه. خليني اقول ان الزياده اللي طرأت على التعليم كانت 27% عن العام الاسبق، والزياده التي طرأت على الصحه كانت 18% عن العام الاسبق. هذه مؤشرات جيده ولكنها غير كافيه. هناك استحقاق دستوري والتزام دستوري لزياده الانفاق على الصحه والتعليم والبحث العلمي ليصل في مجمله الى 10%
الصحه تصل الى 3%، التعليم قبل الجامعي 4%، والتعليم الجامعي 2%، والبحث العلمي 1%. ده بيعني ان هناك حاجه شديده لزياده موارد الدوله حتى نستطيع ان نمول هذه الاستحقاقات الدستوريه على مدار الثلاث اعوام من 14 15 حتى 16 17 نهايه المهله اللي موجوده في الدستور حتى نصل الى هذه النسبه. المبالغ المطلوبه تفوق ال 130 مليار جنيه بالرقم. ومن غير ممكن ان يكون التمويل عن طريق استدامه. ولابد ان يكون التمويل بالمصادر وموارد جاريه هيكليه لها صفه الاستدامه، لان هذا الانفاق سيظل يتزايد مع الوقت وسيحتاج دوما الى موارد لتمويله من موارد ذاتيه سواء اذا كانت ضريبيه او غير ضريبيه. الاهم في هذا الامر هو ان يشعر المواطن فعليا بهذه المبالغ التي تنفق. في الوقت الحالي والبيانات منشوره ان اكثر من 80% من ما ينفق على الصحه والتعليم يذهب الى الاجور. وال 20% المتبقيه ما بين الاستثمارات وما بين شراء الاجهزه وما بين تجهيز سواء مستشفيات او مدارس بحسب الاحوال وما بين اتاحه المستلزمات المطلوبه للخدمات. سنتوجه اعتبارا من العام المالي 15-16 ونحن في بدء موسم اعداد الموازنه العامه، سنتوجه الى تنظيم موازنه البرامج قدر الامكان، ومش قادر اقول برامج واداء لان قياس الاداء سيحتاج الى تجهيز مؤسسي ضخم جدا وسياخذ وقت، لكن سنبدا على الاقل تطبيق موازنه البرامج بحيث ان الانفاق الاضافي اللي هيوجه لقطاعات الصحه والتعليم بشكل خاص يكون معظمه له برامج محدده حتى يشعر بها المواطن ويستطيع قياس الفارق في الخدمات التي تقدم له. والبرامج دي من الواجب انها ستكون موزعه توزيع عادل جغرافيا، وايضا من جهه انواع الخدمات التي ستقدم سواء في مجال الصحه او في مجال التعليم. ما أنفق في العام المالي 13-14 على قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية كان 24 مليار جنيه بنسبة نمو 23%. ما أنفق على قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بلغ حوالي 17.4 مليار جنيه بزيادة 46% عما تم إنفاقه في هذا القطاع أثناء العام الأسبق 2012-2013. ده بالنسبة لملامح نتائج الموازنة في العام المالي 13-14. وأحب أشير إلى المشهد الاقتصادي بصفة أشمل شوية عشان نقول أن هناك مؤشرات إيجابية انعكست على مختلف القطاعات. معدلات النمو ابتدت تتزايد في العام المالي 13-14 بصورة ملحوظة. الربع الأول كان 1% والربع الأخير سجل 3.7%. أعتقد أن نتائج الربع الأول العام المالي الجاي لم تكون أقل حظا من المنوال اللي شهدناه في العام السابق. هناك مؤشرات في قطاعات الإنتاجية خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وأيضا في قطاع الاتصالات، ودي من القطاعات الدافعة جدا للتشغيل والدافعة جدا جدا للنمو لأنها بتاخد معها قطاعات أخرى. أيضا قطاعات التشييد والبناء مع إطلاق المشروعات العملاقة وعلى رأسها مشروع قناة السويس وتنمية المحور بالكامل مع الدفع مشروعات الطرق ال 3200 كيلو طريق ما بين طرق جديدة وما بين تنمية لطرق موجودة بالفعل. مشروعات الموانئ اللي هتطرح، تطوير الموانئ اللي هتطرح
يعني من المنتظر ان يكون قطاع التشييد والبناء في مصر قطاع او قاطره للنمو اثناء العام المالي الجاري، بجانب ما شهدناه من بدء تحسن بشكل مستقر ومستمر في قطاعات الصناعه التحويليه والاتصالات. هناك ايضا مؤشرات جيده في سوق المال، مؤشرات جيده في مؤشر CDS لقياس سلامه او لقياس قدره الدوله على سداد التزاماتها الخارجيه. وهنا الدوله ليست فقط القطاع الحكومي ولكن القطاع الحكومي وايضا القطاع الخاص. كل هذه المؤشرات في تحسن كبير، قراءاتها مشجعه جدا. مؤشر CDS في حد ذاته انخفض من 900 نقطه اساس الى 260 263 نقطه اساس. بنوك الاستثمار العالميه اللي بتيجي تتكلم معانا بتدي لنا مؤشرات طيبه وايجابيه جدا بالنسبه لما اذا دخلت مصر السوق العالمي لاصدار سنه دولاري، وان السعر تسعير هذا السنه من المنتظر ان يكون افضل بكثير مما تعكسه تقييمات الجداره الائتمانيه السياديه لمصر. لكن ليس هذا المنتهى. لابد ان نكون على وعي كامل ان الطريق طويل جدا، وان هناك اصلاحات جوهريه مطلوبه واعباء لابد من تحملها، وان يتحملها في المقام الاول اصحاب الدخول المرتفعه، وتنخفض هذه نسب التحمل الى ان تصل الى الصفر بالنسبه لغير القادرين، بل تقوم الدوله بتقديم برامج للاعانه ولتحديد اثر اي اصلاحات اقتصاديه منتظره على المجتمع. الاقتصاد المصري بدأ يستعيد الثقة في أدائه وفي مستقبل أدائه نتيجة تحقيق الاستقرار على المسار السياسي واتخاذ إجراءات دعمها هذا الشعب على المسار الاقتصادي. أمامنا إصلاحات جوهرية مطلوبة لخفض عجز الموازنة العامة، مما يعني خفض المزاحمة مع القطاع الخاص، مما يعني زيادة الاستثمار والتشغيل، مما يعني أيضا انخفاض وتراجع معدلات التضخم التي نعتبرها شبح يأكل من دخولنا جميعا. ننتظر في المدى المتوسط إن شاء الله أن نصل بمعدلات التضخم إلى أقل من 10%، معدلات الدين إلى الناتج المحلي إلى ما بين 80-85%، معدلات العجز الكلي تتراوح ما بين 8-8.25%. ده مع حلول عام 18-19. الأسبوع القادم ستصل إلى مصر بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة، وهي بعثة روتينية تزور جميع دول العالم بشكل منتظم. كان آخر بعثة كانت زارت مصر في 2009 وأصدرت تقريرها، وبعثة أخرى جاءت في 2010 ولكن التقرير لم ينشر لأن كان موعد النشر 25 يناير 2011، فارتأت إدارة صندوق النقد ألا يتم النشر نتيجة الظروف السياسية. ننتظر قدوم البعثة، ننتظر تقرير متوازن سيحكي عن أداء الاقتصاد المصري في المرحلة السابقة، نقاط القوة، التحديات، وأيضا أنواع الإصلاح المطلوبة والتي نعلنها في كل وقت، وضمن حزمة لبرنامج مصري 100% لوضع الاقتصاد مرة أخرى على مسار سليم، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ما يسمى بالنمو الشامل. يعني إيه النمو الشامل؟ النمو الذي يقول معظم فئات الشعب، ان نعمل كل فئات الشعب بشكل متوازن، سواء بالنسبه لدخولهم او مستويات تعليمهم او لمكانهم السكني الجغرافي. ده قضيه النمو الشامل وتحسين الخدمات للناس. المشروعات الكبرى اللي مصر تدفع فيها دلوقتي هي ضمن خزنه التنميه، لاننا نسير في الوقت الذي نسير فيه
ضبط التوازنات الماليه، عجز الموازنه العامه، عجز اللي موجود في الميزان الجاري في ميزان المدفوعات، مساله السيطره على التضخم الى اخره. في نفس الوقت بنقوم بمشروعات تنميه ضخمه جدا تبني مستقبل هذا الجيل وايضا الاجيال القادمه، وفي الوقت نفسه ايضا نقوم بتحسين نوعيه البرامج الاجتماعيه، وده كان واضح جدا في تحسين منظومه الخبز، في التطوير اللي حصل على منظومه توزيع السلع التموينيه، التحسن اللي حاصل في نظام معاش الضمان الاجتماعي وتطويره وتوسيع قاعدته، وايضا زياده قيمته حتى وصلت الى 450 جنيه، الزيادات التي تمت في الاجور وفي المعاشات، التحسن الذي سيكون ملحوظا جدا في المواصلات العامه على مدار العام الجاري. هناك عدد كبير من البرامج التي تخدم جوده الخدمات الصحيه وخدمات التعليم، وهو ما طالب به الدستور والزم به الدوله او الحكومه ان تصل بنسب الانفاق على هذين المجالين بمعدلات كبيره. اتوقف عند هذا الحد